حصلت معايا حاجة عجيبة قوي. الظالم اللي ظلمني خلاص ظلمني ومشى، فانا وكل اللي حواليا متخيلين ان هو كده خلاص، يعني انتهى ظلم وغدر وكده وخلاص انتهى. اتاري الموضوع ما انتهاش. كل ما اكون قاعده وهاديه وانا راضيه بقضاء الله وقدره، الظلم الشديد اللي وقع عليا، الاقي الظالم يجي تاني يقرفني في عيشتي ويدخلني في مواضيع ويجيب سيرتي ويخوض في عرضي، وبرضه مش راضي يطلع من حته ان هو مش ظلمني وبس، لا عمال مكمل عليا. فجاء سؤال اختي عرضت عليا حاجه، يعني سالتني سؤال: هو ليه يا غاده بيعمل فيكي كده؟ يعني انت ما رديتيش ولا اسأتي ولا عملتي اي حاجه، ليه بيعمل فيكي كده؟ قلت لها آية. يا سلام على الآية دي. كان جوابي ليها بآية: يا جماعة عندكم مشكلة افتحوا القرآن، لأنه في حل مشاكلنا. ده منهج حياتنا، ربنا أرسل لنا القرآن عشان أي حاجة صغيرة أو كبيرة نفتح القرآن. على طول قلت لها: بصي أنا هقول لك هو بيعمل كده ليه. بسم الله الرحمن الرحيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحا مثله. يعني ايه؟ الآية هنا اتقالت عن غزوة أحد وبدر. بيقول للمؤمنين، ربنا بيقول لهم: انتوا اتصبتم في أحد، خلاص، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، بس هم الكافرين جالهم قرح وألم وقتل في غزوة بدر وانتوا انتصرتوا. الله، طب دي ايه علاقتها بيكي يا غادة؟ ما خدوا بالكم القرآن بيتفسر في كل الاتجاهات. اقعدوا فسروا في القرآن لقيام الساعة، وكل واحد يفسر الآية اللي هو عايز يفسرها تبع مشكلته يفسرها. فأنا دلوقتي قلت لها ايه؟ قلت لأختي: ما خدي بالك أنا مظلومة دلوقتي ومسسني قوي القرح والألم والوجع والجرح، بس خدوا بالكم مفيش حاجة هتبقى. ليه بقى؟ القرح اللي انا فيه دلوقتي كمؤمنة هيمس القوم اللي هم جرحوني نفس الجرح، بل بشدة، لانه رد من ربنا على اللي هم عملوه فيا والظلم اللي ظلموني. خدوا بالكم بقى من الآية، خدي بالك من الآية اللي بعديها. يقولك ايه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا جماعة الخير، يا اخواتي في الله، مفيش شدة بتدوم، مفيش وجع بيدوم، مفيش ظلم بيدوم، لا والله، ده هتنتصروا، ربنا هيرجع لكم حقكم، هيجي لكم رخاء بعد الشدة. والله. فخدوا بالكم، تلك الايام ندورها بين الناس. الكراسي هتتعادل كده. انا اليوم اللي انا النهارده مظلومه فيه، بعد كده الظالم هيتظلم، الله اعلم، انما نولي الظالمين بعضهم ببعض، هيتظلم بقى من حد تاني، ربنا هيرجع لي حقي، هشوف بعيني اللي حصل فيا بيحصل فيه بنفس والله هيشرب نفس الكاس، والله العظيم. وتيجي الايه بيقول لك ايه بعد وتلك الايام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. خدوا بالكم يا جماعة، احنا في اختبار، احنا المبتليين في اختبار، ربنا عايز يعرف مين اللي هيكمل. خدوا بالكم الامتحان اللي احنا فيه ده بيرقينا منازل في الجنة، احنا هنبقى في منازل الكرامة في الجنة. خدي بالك يا اختي، يا حبيبتي، يا صاحبتي، يا بنتي، يا امي، يا كل المظلومين في رجاله وازواج غدارين، خدوا بالكم من الحته دي. ربنا ويقولك الايه في الاخر ايه؟ الله لا يحب الظالمين، ربنا ما بيحبش الظالمين. ومش معنى كده ان الظالم دلوقتي في مكانه حلوه ومنتصر وهو اللي غلبان ان هو ربنا بيحبه، لا والله العظيم. وربنا ما بيكرهناش احنا المبتلين، ده ربنا بيحبنا. مش معنى ان احنا دلوقتي مش منتصرين او ان احنا في حالة صعبة ده مش معناه ان ربنا مش بيحبنا، لا والله، ده معناه ان ربنا بيختبرنا واحنا بننجح في الاختبار. كملوا صبركم، كملوا
يقينكم في الله. كملوا الرضا بقضاء الله وقدره. احنا في الابتلاء ده لازم نرضى بقضاء الله وقدره. كل ما الظالم يروح ويرجع تاني يظلم اشد، ده معناه ان احنا بنرتقي في الجنة، معناه ان هو رايح مش ورا الشمس، رايح جهنم. سيبوه يحس ان هو غالب ومنصور واحنا الضعف. احنا الضعف عشان احنا مبتليين، ده ابتلاء يا جماعة. كملوا صبركم واعرفوا ان النصر جاي. والله العظيم ربنا بيقسم بعزته وجلاله، وعزتي وجلالي لانصرنكم ولو بعد حين. احنا في مرحلة امهال للظالم. هو هيروح يظلم وهيمشي تاني يظلم تاني، ويروح ويجي ويظلم تاني ويقهر تاني ويوجع تاني، بس ده امهال، مراحل امهال ربنا بيرسلها للظالم، بيمهله. ان الله يمهل ولا يهمل. هو هتشوفوه منتصر وعالي وفوق، والله ما تحزنوا، وهتشوفوا نفسكم قاعدين كآبة حزن هم. والله احنا في مرحلة، احلى مرحلة في الحياة للناس المبتلين، ان هم يصبروا ويرضوا بقضاء الله وقدره ويسلموا، عشان احنا في مرحلة النصر. انتوا يبان لكم ان هو منتصر وان هو عادي وان هو فوق وان هو مزازة ومراكز وفلوس وعز، لكن لا، هو مش منتصر، هو مش هيكمل. انا غادة اتمنى لكم السعادة. الفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.